هو النبي صلى الله عليه وسلم مات موتة طبيعية ولا مات بالسم اللي حطهوله اليهود؟ هنتكلم النهاردة عن الشاه المسمومة. وقبل ما نبدأ كده لازم نعرف ان كان في مدينة اسمها مدينة خيبر، ومدينة خيبر دي كان بيعيش فيها اليهود، وفتحها المسلمين في السنة السابعة من الهجرة. وبعد ما المسلمين فتحوا مدينة خيبر جت امرأة من اليهود، والمرأة دي كانت اسمها زينب بنت الحارث، وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاه مسمومة. وطبعا المرأة اليهودية دي قبل ما تهدي النبي صلى الله عليه وسلم الشاه المسمومة عرفت ايه هي اكتر حتة لحمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها. فالناس قالوا لها ان هو بيحب الكتف، فزودت السم شوية في منطقة الكتف بتاعة الشاه. وطبعا المرأة اليهودية سوت الشاه كاملة وحطتها قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقدام الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد ياكل وجمع الصحابة ان هم ياكلوا عادي جدا. وفجأة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل قطعة اللحم في فمه راح مخرجها وراح رميها، وقال للصحابة شيلوا ايديكم من على الاكل، محدش يكمل اكل. فالصحابة بتستعجب لماذا يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان الشاه تخبرني بانها مسمومة. بس للأسف مات واحد من الصحابة بسبب الشاه المسمومة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بجمع جميع اليهود اللي كانوا حاضرين وشايفين المشهد ده، وقال لهم هسألكم كام سؤال وهتجاوبوا عليا بالحق. فطبعا اليهود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يا رسول الله سنقول الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم أول سؤال وقال لهم من أبوكم؟ فقالت اليهود إن أبونا فلان ابن فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إن هم بيكذبوا. وبعد كده قال لهم إن أبوكم فلان ابن فلان، فقد كذبتم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد وقتها إن أبوهم يعقوب بن إسحاق عليه السلام. فقالت اليهود صدقت يا رسول الله. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني وقال لهم مين هم أهل النار؟ فقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أهل النار سندخلها أياما قليلة ثم ستدخلونها من بعدنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لن نخلفكم أبدا. فرجع وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم للمرة الثانية، هسألكم سؤال أخير، فهل هتقولوا الحق؟ قالوا نعم يا رسول الله أكيد هنقول الحق يعني، وإحنا على طول بنقول الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح سأل لهم قال لهم هل أنتم من وضعتم السم في هذه الشاه المسمومة؟ فقالوا نعم يا رسول الله نحن من وضعنا السم في هذه الشاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليه عملتوا كده؟ فراحت اليهود قالت له إن كنت نبيا لن يضرك صنعنا، وإن لم تكن نبيا أرحت الناس منك. وفي رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اليهودية اللي ادته الشاه المسمومة دي، قال لها كده بالنص ما كان الله ليسلطك علي فاذهبي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لأوليائه من الصحابة، فقتلها الصحابة قصاصا للصحابي اللي قتل بسبب السم. وبعد مرور 3 سنين مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، فنادى على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها يا عائشة ما زلت أجد طعم الشاه المسمومة في فمي. ولذلك قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أثر الشاه المسمومة دي، فجمع الله له النبوة والشهادة. وفي بعض من العلماء قال لك مستحيل يا حبيبي، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يموت بالسم ده بعد 3 سنين؟ لأن أصلا مستحيل إن السم يفضل في الجسم 3 سنين. لكن الله أعلى وأعلم بالأصح إيه. يا رب أكون فدتك وتفيد غيرك. سلام عليكم.